أخواتي الرياضيات، إخواني الرياضيين، السلام عليكم. قناة المشروع معكم مولاي. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على بطولة إفريقية للرجبي، يعني الكرة المستطيلة. المغرب، المجموعة ديال المغرب فيها الكاميرون وفيها مدغشقر وفيها بوتسوانا. اليوم المغرب أول مباراة لعبها مع بوتسوانا، انتصر عليها ب 64-0. هذه المباراة هذه كانت كيف يقولوا يعني كانت قوية بالنسبة للمغرب. المغرب يعد من الأقطاب ديال هذه اللعبة هذه اللي هي الكرة المستطيلة. المغرب يعني هو وناميبيا وجنوب افريقيا، لان جنوب افريقيا هي اللي هي رقم واحد، متبوعة بالمغرب وناميبيا. هاد نرجعوا للمباراة ديالنا. كانوا الوليدات كانوا في على قوة ديالهم، عندهم دفاع ممتاز. الميلي ديال الكرة ديك الكرة اللي يتجمعوا عليها، يعني كانوا أقوياء فيها. الكرات لي توش او لي بينالتي كيتسماو، يعني كانوا فيها مزيانين بطريقه بواحد الصفاء. لاعبين كيلعبوا في البطولات الفرنسيه، يعني تبارك الله على الوليدات هادو. يعني هنا خاصهم يربحوا ب 64، خاصهم عاود يربحوا بنتيجه كبيره، لان كاين المجموعه الف اللي ملعوبه في على ما اظن في جنوب افريقيا، على ما اظن. كذلك كيجمعوا النقاط ديال الفروق، شحال الانتصارات، واللي كانوا عندهم اقوى انتصارات واقوى ملي كيتلاقاو في النهايه بالنسبه للالف والباء الكاس باش يديو كاس افريقيا. هذه المباراه هذه بحال اللي قلنا انتهت لصالح المغرب، ونطلبوا الله ان المباراه الثانيه غادي تكون ضد الكاميرون على ما اظن المغرب. وان شاء الله لنا الوليدات من الممكن على انهم يديروا مباراه مزيانه ضد الكاميرون، بغض النظر على ان يعد الكاميرون كذلك واحد عنده لاعبين طوال وصحاح واعراض، يعني واحد القوه تبارك الله. ولكن المغاربه تبارك الله عندنا لعابه مزيانين، وعندنا يعني واحد القضيه لان لي زيلي ديالنا يعني اقوياء في هذه اللعبه هذه، يعني تبارك الله على الوداد. وهذا الشيء اللي بالي هاد النهار معكم، والسلام عليكم. مع العلم انا بغيت نسول سؤال للاخوات والاخوان، واش الجزائر عندهم شي منتخب ديال الرجبي؟ واش كيعرفوا يلعبوها بعدا، ولا كيعرفوا ولا غير كيسمعوا بها؟ هذا سؤال انا سولته لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.